الطمع يقل ما جمع، حكمة سمعناها كتير، ومعناها إن الإنسان اللي بيطمع ممكن يخسر كل حاجة قدر يوصل لها. ومش بس كده، ده الطمع ممكن كمان يخلي الإنسان يخسر ضميره وإنسانيته ويدفعه لارتكاب جريمة شيطانية نادر حدوثها ما تخطرش على بال أي حد. وده اللي هنعرفه في حكاية الليلة. القصة بدأت أحداثها في مدينة كيرالا في الهند في سنة 2020. ومدينة كيرالا كان منتشر فيها الجواز التقليدي اللي بيكون عن طريق الخطبة أو مكاتب الجواز. سيراج كومار موظف بسيط ومن عيلة فقيرة كان طالب زوجة توافق على ظروفه وترضى بإمكانياته المادية المتواضعة. وفي يوم الخطبة قالت له خبر حلو، قالت له إنها لقيت له العروسة اللي كان بيدور عليها واللي ترضى بظروفه وإمكانياته المتواضعة. ومش بس كده، ده العروسة كمان من عيلة غنية ومعروفة في الهند. العروسة كانت أسرة، وطبعا غريب إن عيلة غنية جدا زي عيلة أسرة إنها توافق على جواز بنتها من شخص فقير ومعدم زي سراج. لكن الحقيقة إن عيلة أسرة كانت عاوزة حد يهتم بأسرة ويعتني بيها، لأن أسرة كانت بتعاني من ظروف معينة. أسرة كان عندها انخفاض في مستوى الذكاء وصعوبات في التعلم، يعني كانت شابة كبيرة بعقل طفلة صغيرة، لكن ده ما كانش مانع ليها من الجواز والإنجاب. وبالفعل حصل التراضي والاتفاق بين العيلتين، عيلة سراج وعيلة أسرة. وكانت عيلة أسرة كريمة جدا مع عيلة سراج. والمعروف في الهند إن عيلة العروسة هي اللي بتقدم المهر لعيلة العريس، وبيكون في الغالب مهر متواضع جدا. لكن عيلة أسرة كانت كريمة جدا جدا في المهر اللي قدمته لسراج. قدمت له عربية سوزوكي حديثة، وقدمت له كمان $6800 و750 جرام من الذهب، وكمان راتب شهري حوالي $107، وده كان مبلغ يعيشهم كويس جدا جدا. عيلة أسرة زي ما قلنا قبل كده كانوا كرمة جدا مع سراج، لأن هما كانوا نفسهم إن بنتهم تعيش حياة طبيعية وتتجوز ويكون ليها زوج وأولاد. عشان كده وفروا لسراج كل إمكانيات الجواز، وكمان اتكفلوا بأسرة سراج وكانوا بيساعدوهم ماديا. وبالفعل تم الجواز، وبعدها بفترة ربنا رزقهم بطفل صغير. سراج وأهله كانوا بيستغلوا عيلة أسرة، وكان سراج بيستخدم أسرة في الضغط على أهلها عشان يحقق مطالب أهله اللي ما بتخلص، حتى إن عيلة أسرة اتكفلوا بمصاريف تعليم أخته. لكن مع الأسف كل الكرم ده ما كانش شفيع لأسرة وأهلها عند سراج، لأن الكرم بزيادة ساعات بيخلق أشخاص أنانية ما بيفكروش إلا غير في نفسهم. فبعد سنة واحدة من الجواز بدأ سراج يزهق ويمل من مراته أسرة، وبدل ما يفكر إن هو ينفصل عنها بدأ يخونها مع أكتر من واحدة. وطبعا كان صعب إن سراج يفكر في الانفصال عن أسرة، لأنه هو كان هيخسر كل الإمكانيات وكل الامتيازات اللي اتحققت له بسبب جوازه من أسرة وقربه من عيلتها. ففكر إن هو يتخلص من مراته ويموتها، وهداه تفكيره الشيطاني لخطة كان الهدف منها إن يبان إن موت أسرة نتيجة حادث أو قضاء وقدر. سراج من صغره كان مهووس بعالم الأفاعي، واستغل انتشار ظاهرة إن في ناس كتيرة بتموت بلدغات الأفاعي، خصوصا إن الهند من أكتر الدول اللي بيحصل فيها حالات وفاة بسبب سم الأفاعي ولدغة التعابين، وده بيحصل بأعداد كبيرة جدا. فتعرف سراج على شخص اسمه سوريش، وسوريش ده كان بيشتغل في مكان اسمه مركز الإنقاذ من الأفاعي. المركز ده كان لما أي حد بيلاقي أفعى أو تعبان في بيته أو قريب منه في المزرعة بتاعته أو كده، كان بيتصل بالمركز ده علشان يجي ياخدها. المركز ده كان بياخد الأفعى ويعمل عليها أبحاث وعلى السم بتاعها، وإزاي إن السم ده بيستخدم في صنع الأدوية، وفي نفس الوقت برضو كان بيرجع الأفعى تعيش في بيئتها الطبيعية. سراج قدر يقنع سوريش إن هو بيهوى تربية التعابين، وأقنعه إن هو يبيع له أفعى اسمها راسل فايبر، واشترى منه راسل فايبر، وهو من أكتر الوحوش ضراوة في الهند، بحجة إن هو بيهوى النوعية دي من الزواحف. وراسل فايبر من أخطر أنواع التعابين اللي بتعيش في الهند، والتعبان ده مسؤول عن أغلب حالات الوفاة اللي بتموت بسم التعابين والأفاعي، لأنه بيعيش في الأراضي العشبية والزراعية، وطوله حوالي 1.85 سنتي، يعني 2 متر تقريبا. والباحثين بيقولوا إن لدغة راسل فايبر بتتسبب في أعراض مميتة، لأنه بيبخ كمية كبيرة جدا من السم اللي بينتشر بسرعة كبيرة وبيسبب ألم كبير وتشنجات.
وممكن ان هو يتسبب في الفشل الكلوي والنزيف الحاد. واذا الشخص اللي لدغه راس الفايبر بيعيش، مع الاسف ما بيرجعش لحالته الطبيعيه وممكن يجيله شلل. وبتاريخ 27/2/2020 قدر سوراج ان هو يجيب التعبان من سوريش. سوراج جاب التعبان وحطه على اخر درجه من درجات السلم وطلع اوضته، وطلب من مراته ان هي تنزل تجيب له حاجه. وطبعا كان مخطط ان اسره لما تنزل على السلم التعبان يلدغها، لكن اسره وهي لسه نازله على السلم لمحت التعبان، فصرخت وجريت على جوزها تطلب منه المساعده، فما كانش قدامه غير ان هو يعمل ان هو كانه اتخلص من التعبان. واسره بلغت اهلها بالحادثه، اللي قالوا لها ان هي تخلي بالها وما تسيبش باب البيت مفتوح. وبعد حوالي كام يوم فكر سوراج في ان هو يعيد المحاوله مره تانية، لان هو كان مصمم على انه يتخلص من زوجته. فاشترى منوم وحطوه لها في الحلويات، وبعد ما اسره اكلت نامت طبعا نوم عميق. وجاب الافعى اللي كانت ظاهر قبل كده ان هو اتخلص منها وحطها على بطن اسره علشان تلدغها، لكن الافعى نزلت من على بطنها. وفضل يعيد المحاوله اكتر من مره، وفي كل مره كان التعبان بينزل من على بطن اسره. والمعروف ان التعابين والافاعي ما بتلدغش الا لو كانت حاسه بالخطر او التوتر، او اذا حد استفزها. فحاول سوراج ان هو يستفزها وبدا يضربها علشان تلدغ اسره، وبالفعل لدغتها في بطنها. وبسبب الالم صحيت اسره وفضلت تصرخ، ولاحظت وجود نفس التعبان اللي كان هيلدغها قبل كده موجود على السرير. واستنجدت بسوريش اللي كان بيحاول ان هو يضيع الوقت علشان يخلي السم يسري في جسمها، وفي الاخر اضطر ان هو يطلب الاسعاف. ومع الاسف لما نقلوها كانت في حاله متاخره جدا جدا، اتعمد ان هو يتاخر في اسعافها. والدكاتره كانوا مستغربين جدا، لان عاده الافعى بتلدغ في الايد او في الرجل، لكن الافعى لدغتها في بطنها، وده مكان نادر وغريب جدا. ودخلت اسره اوضه العمليات وادوها ادويه مضاده للسم، وعاشت اسره، لكن مع الاسف خرجت باعاقه اكتر من الاعاقه اللي كانت عندها. وخرجت اسره المره دي على بيت اهلها لانها كانت محتاجه لرعايه طبيه ومتابعه لعلاجها بعد ظروفها الجديده. سوراج بدل ما يندم ويفوق ويحن لحاله اسره المسكينه، بدا يفكر في خطه جديده عشان يتخلص منها. فطلب من سوريش اللي هو بيشتغل في مركز الافاعي ان هو يبيع له كوبرا هنديه مقابل مبلغ كبير، واحتفظ بالكوبرا معاه لحد اللحظه المناسبه. اسره المسكينه استمر علاجها لمده 52 يوم. دخلت على رجليها وطلعت مشلوله وعندها مشاكل في الكلام، فما كانتش قادره ولا تمشي ولا تتكلم. وفي اليوم الموعود سوراج راح لبيت اسره ودخل من غير ما اي حد يحس بيه، وادى اسره عصير، بس المره دي كان حاطط لها فيه كميه منوم كبيره جدا. ولما نامت اسره نومتها الاخيره طلع سوريش الكوبرا وحطها على بطنها عشان تلدغها، لكن الكوبرا نزلت من عليها. وكرر سوراج الموضوع اكتر من مره، وكل مره الكوبرا كانت بتنزل من عليها. فمسك الكوبرا من رقبتها وضغط عليها وفتح بقها عشان يستفزها، وخلاها تلدغ اسره اكتر من لدغه في دراعها. كميه كبيره من سم الكوبرا استقرت في جسم اسره، وسم الكوبرا بيستهدف الجهاز العصبي وبيتسبب في توقف عضله القلب، فنسبه الوفاه بتكون اعلى. وبالفعل ماتت اسره. ومحى سوراج كل اثار جريمته، قتل الكوبرا ودفنها بعد كده في جنينه بيته، ومسح كل المكالمات اللي كانت بينه وبين سوريش، وكمان اتخلص من كوبايه العصير اللي هو اداها لاسره والعصايه اللي كان بيضرب بيها الكوبرا. وبعد ما سوراج تخيل ان هو محى كل الادله وخباها، نام جنب اسره بمنتهى البراءه كانه ما عملش اي حاجه. الام دخلت عشان تطمن على بنتها، لقيتها ما بتتنفسش ولا بتتحرك، واتفاجئت بوجود سوراج جنبها، واستغربت لانها ما عرفتش هو جه امتى ولا دخل ازاي. ولقت في دراع بنتها اثار للدغتين تعبان. والام انهارت وقالت لسوراج ان في لدغه تعبان تاني موجوده في ايد بنتها. فسوراج قال لها ان هو كان فاكرها ان هو نايمه ومرضيش ان هو يصحيها، وما خدش باله ان في تعبان لدغها. الاسعاف نقلت اسره اللي كانت ماتت مع الاسف. الغريب ان مفيش اي حد حقق في الموضوع رغم غرابته، حتى الاطباء اللي هم المفروض ان هم على درجه عاليه من الوعي كانوا بيقدسوا الكوبرا، وكانوا بيعتقدوا في لعنه التعابين اللي بتصيب العيله اللي ما بتقدمش طقوس معينه، فبتنزل عليهم لعنه وبيموتوا بلدغه التعابين، وخاصه تعبان الكوبرا اللي كان مقدس عندهم. فاعتقدوا انها موتة طبيعيه وما شكوش ان وراها جريمه. وكانوا مؤمنين ان عيله اسره اثروا في تقديم القرابين للكوبرا، بس هم مع كده كانوا مستغربين ان ازاي الكوبرا قدرت توصل لاوضه النوم وتلدغ اسره. ومن ناحيه تانيه ليه الكوبرا لدغتها مرتين؟
ومع ذلك تجاهلوا الموضوع ورجعوه للعنة إياها. يوم 8/5 سوريش اللي بيشتغل في مركز الإنقاذ بتاع الأفاعي قرأ في الجورنال خبر وفاة أسرة نتيجة إن هي اتلدغت مرتين من تعبان الكبرى، وكان عارف إن أسرة هي مرات سوراج، وطبعا هو اللي باله التعبان، فشك في الموضوع واتصل بسوراج اللي اتفاجئ إن هو بيقول له إن هو ما يقولش إنه اشترى منه تعبان الكبرى، فتأكد إن الموضوع في إنه وإن الموضوع وراه جريمة، وإن سوراج ليه يد في موت مراته أسرة. ولما واجهه بكده رد عليه سوراج ببرود شديد وقال له إن هو قتل مراته لأنه ما كانش قادر إن هو يتحمل العيشة معاها، وما كانش قادر يتحمل وجودها في حياته. ومش بس كده، ده كمان هدده إن هو لو اتكلم هيقول إن هو شريكه في الجريمة لأن هو اللي باع له تعبان الكبرى. سوريش طبعا كان عارف إن بيع الكبرى حاجة غير قانونية، لأن الأفاعي اللي موجودة في مركز الإنقاذ دي موجودة علشان الأبحاث العلمية يا إما عشان يرجعوها لبيئتها الطبيعية، فاضطر إن هو يسكت وما يتكلمش. لكن سوراج فضح نفسه بنفسه. بعد وفاة أسرة بوقت قليل جدا بدأ يطالب بالميراث بتاعها، فأهلها كانوا مستغربين جدا لأن هو ما كانش حزين على وفاتها، وإزاي بيطلب الميراث بتاعها وهو لسه ما عداش على وفاتها إلا أيام قليلة. فبدأوا يربطوا بين الأحداث اللي حصلت وإنه كان متواجد في الوقت اللي كانت الحوادث بتحصل فيه لأسرة. وبتاريخ 24/5 قبضوا عليه، لكن هو أنكر كل شيء. والتحقيقات أثبتت إن الأفعى ما بتلدغش إلا لو حد استفزها. كمان اللدغتين اللي كانوا موجودين على دراع أسرة كانت الآثار بتاعة السنان بتاعة الأفعى متباعدة بشكل كبير. والتحقيقات أثبتت إن في حد مسك الأفعى من رقبتها واضطر إن هو يفتح بقها علشان تلدغ أسرة. أسنان الأفعى كانت متباعدة بشكل معناه إن هي لدغت غصب عنها أو رغما عن إرادتها، وإن في حد مسكها من راسها وفتح بقها. عشان كده مكان اللدغة ومكان آثار الأسنان كان مكان غير طبيعي، وكانت اللدغة بطريقة غير طبيعية. ولما فتشوا بيت سوراج لقوا الأفعى مدفونة في جنينة بيته، ولقوا كمية كبيرة من المنوم داخل العربية بتاعته، وقدروا إن هم يسترجعوا المكالمات اللي كانت بينه وبين سوريش. وتم الحكم على سوراج كومار بالسجن المؤبد بتهمة القتل المزدوج. أولا لأنه هو حاول يقتل زوجته أسرة عن طريق تعبان راسل فايبر وفشل في كده، وبعدها قتلها باستخدام أفعى الكبرى. قد إيه ممكن يتحول الإنسان لحيوان بسبب الجشع والطمع؟ حتى الحيوان بيبقى ساعات عنده رأفة ورحمة بالبني آدم أكتر من البني آدم نفسه. التعبان كان عنده رأفة ورحمة بالمسكينة أسرة أكتر من الإنسان اللي هو جوزها سوراج، اللي ما شافش منها وأهلها غير كل حاجة كويسة. وفي النهاية أتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة وبتفعيل علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في ليلة جديدة مع حكاية جديدة.